السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهاردة بإذن الله هنحل تدريبات كتاب المدرسة على الدرس الأول، درس نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا. دراسات الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. ويلا بينا نشوف عندنا هنا. لنعمل على الخريطة. رقم 1، لاحظ وأجل. لاحظ خريطة توزيع السكان في مصر صفحة 12، وأعد قراءة الدرس ثم أجب عن الأسئلة التالية. رقم 1، اشرح كيف تؤثر العوامل الطبيعية والبشرية على توزيع السكان في مصر. عايزنا هنا نشرح ازاي العوامل الطبيعية والبشرية بتؤثر على توزيع السكان في مصر. عندنا هنا إن كلما توافرت الخدمات والعوامل المناسبة كلما تركز السكان بكثافة كبيرة، كما في الوادي والدلتا. والعكس يؤدي لقلة تركيز السكان كما في المحافظات الحدودية والصحراوية. والهجرة تؤدي إلى التكدس في المناطق المستقبلة. والزيادة الطبيعية تؤدي لزيادة أعداد السكان. يبقى احنا كده قلنا كيف تؤثر العوامل الطبيعية والبشرية على توزيع السكان. رقم 2، في أي من المحافظات المصرية يندر وجود السكان ولماذا؟ عايزين نقول في أي من المحافظات المصرية اللي مش بيوجد فيها سكان كتير وليه؟ عندنا هنا المحافظات اللي بيندر فيها وجود السكان المحافظات الحدودية الصحراوية. طيب بسبب ايه؟ بسبب نقص الخدمات وندرة المياه وعدم استواء السطح. طيب رقم 3، كيف تؤثر الكثافة السكانية المرتفعة على حياة المواطنين في مصر؟ احنا عارفين في مصر توجد فيها كثافة سكانية مرتفعة جدا. طيب ازاي ده بتؤثر على حياة المواطن المصري؟ دي بتؤدي لنقص الخدمات والمرافق والازدحام والضوضاء وزيادة التلوث وقلة الموارد. طيب رقم 4، في رأيك هل تفضل العيش في منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة أم منخفضة ولماذا؟ في رأيك أنت بتفضل أن أنت تعيش في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة زي القاهرة أم منخفضة زي مثلا المحافظات، زي مثلا المحافظات الصحراوية، الحدود الصحراوية. طيب أنت بترغب في العيش في تعيش فين هو؟ أرغب العيش في المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة حيث لا يوجد ازدحام أو تلوث أو ضغط على الخدمات والمرافق العامة. طيب رقم 2، نبحث عن المعرفة نبحث وأجب. رقم 1، استعن بالموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واكتب أسماء المحافظات التي تسجل أعلى عدد مواليد وتلك التي تسجل أدنى عدد المواليد. عايزة نبحث عن النت ونشوف أسماء المحافظات اللي بتسجل عندها أعداد كبيرة للمواليد، وفي نفس الوقت محافظات ما بيكون فيها أعداد المواليد قليلة. عندنا هنا سجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والأقصر، دي أعلى معدلات للمواليد اللي هو الوجه القبلي. أما محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات في المواليد. طيب رقم 2، في رأيك كيف تؤثر كل من زيادة أو قلة عدد المواليد على الكثافة السكانية في كل محافظة؟ طيب عايزة نقول في رأينا كيف تؤثر الزيادة أو قلة عدد المواليد بيؤثر على الكثافة السكانية في كل محافظة. احنا عندنا في زيادة المواليد يعني ارتفاع الكثافة السكانية، وقلة المواليد يعني انخفاض الكثافة السكانية. طيب عندنا هنا تحليل البيانات. رقم 3، رقم 1، حلل الرسم البياني التالي ثم اجب. هو جايب لنا هنا الرسم البياني وعايزنا نجاوب. طيب رقم 1، في أي عام تم تسجيل أكبر عدد المواليد؟ في أي عام تم تسجيل أكبر عدد المواليد؟ أكبر عدد المواليد عام 2016. وفي أي عام تسجيل أقل عدد المواليد؟ في 2001. طيب رقم 2، في أي عام تم تسجيل أكبر عدد الوفيات وفي أي عام تم تسجيل أقل عدد الوفيات؟ طيب أكبر عدد الوفيات 2021، أقل عدد الوفيات عام كام؟ 2001. طيب رقم 3، أي عام شهد أعلى زيادة طبيعية لعدد السكان؟ يعني في أي عام شهد أعلى زيادة طبيعية لعدد السكان وفي أي عام شهد أدنى زيادة طبيعية؟ أعلى زيادة طبيعية عام 2016 وأدنى 2000 وكام؟ 2001 زي أقل عدد الوفيات. طيب رقم 2، يوضح الجدول التالي عدد سكان مصر في التعداد السكاني في الفترة بين 1927 و 2017. اقرأ الجدول ثم اجب. عندنا العام 1927 37 47 60 1966 76 86 96 2006 2017. طيب عدد السكان بالمليون نسمة. عندنا رقم 1،
نحسب الفرق ما بين عدد سكان مصر في التعداد عام 1927 وتعداد 2017 ووضح كيف يؤثر ذلك على الخدمة المقدمة للسكان. عندنا هنا احنا هنحسب الفرق بين عدد السكان في 1927 و 2017. طيب يعني بتساوي كام؟ 80.7 مليون نسمة. طيب وده بيؤدي على ايه؟ ده بيؤدي لزيادة الضغط على الخدمات والمرافق والازدحام وظهور العشوائية. طيب رقم 2، وضح كيف تفيد بيانات التعداد والتعدادات السكانية الدولة المصرية في تخطيط المستقبل. ازاي ان بيانات التعداد السكاني ده بيساعد الدولة اللي هي تخطط للمستقبل؟ ازاي؟ من خلال تحديد احتياجات المواطنين من الغذاء والمدارس والمرافق والمستشفيات والوظائف والطرق والمواصلات. وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي تدريبات كتاب المدرسة، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين، وعن دراسة سعيد. وانتظروني كمان هحل لكم في الفيديوهات اللي جاية باقي التدريبات من كتاب المدرسة دراسات رابعة وخمسة وستة، وكمان ممكن نحل كتاب العربي. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.